السلام عليكم متابعينا الكرام. النهاردة الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة، لكن قبل ما نبتدي أحداث المسلسل ونعرفكم ايه اللي حصل النهاردة، يا ريت تدعوا اللايك وتشتركوا في القناة يصلكم منا كل جديد وتشاركوا معنا أحداث المسلسل. النهاردة طبعا زي ما شفنا امبارح خلص المسلسل إن جعفر العمدة شاف بلال شامة، وأول ما شافه قام وقف وجري طبعا بلال شامة وجري وراه ومسكه وضربه، لكن للأسف طبعا الحلو ما يكملش. بلال شامة مات حادثة العربية طبعا اللي كانت مأجراها دلال عشان تقتل بلال شامة عشان ما تكشفش سرها ان هي اللي حرضت بلال شامة على خطف ابن جعفر العمدة طبعا وهو صغير. ورجع وسأل سيف مين اللي جاب جعفر العمدة عندك يا سيف، قال له ان هو قريب والدتي من بعيد. فطبعا ابتدى جعفر تاني يلف في الدائرة المغلقة مين اللي خطف ابنه او مين اللي خلى بلال شامة يخطف ابنه. فبلال شامة كان جاوبه قبل ما يموت قال له حد من اهل بيتك، ففكر في اخوه ان هو ممكن يكون هو اللي حرض بلال شامة ان هو يخطفه. طبعا عمر تفكيره ما راح لدلال، لكن هنواصل مع بعض احداث المسلسل وهنعرف هل جعفر العمدة هيوصل لمين اللي خطف ابنه او مين اللي حرض بلال شامة على خطف ابنه. تابعوا معانا وان شاء الله هنقول لكم على تفاصيل المسلسل اول باول. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو.